السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والفل والياسمين، مساء الراحة اللي مش بتيجي غير في نهاية كل أسبوع، مساء كنبة الجمعة. النهاردة حبيت أقدم معاكم الحلقة بشكل مختلف. بدل ما كل مرة بنبقى قاعدين، النهاردة هنكون واقفين، لأن موضوعنا موضوع مهم جدا جدا جدا، وبيلمس تقريبا كل البيوت المصرية، وممكن كمان البيوت الغير مصرية. هي حاجة سبحان الله في طبيعة البشر. أولا أحب أشكر كل الناس اللي بتتابعنا، وكل الناس اللي بتكتب لنا كلام جميل وبتجاوب على الزورة بتاعتنا كل حلقة. أحب أشكر أخويا العريس أحمد السجيني، ربنا يا رب يهنيك ويكتب لك السعادة والفرح. ده صديق البرنامج طبعا، خلاص أنتم المفروض عرفتوه. وربنا يكتب لك كل حاجة حلوة إن شاء الله، ويرزقك بالذرية الصالحة، ونسمع عنك كل خير بإذن الله. موضوع النهاردة هو موضوع بدأ من ناس كانت فاضية، كانوا قاعدين كده فاضيين مع بعض، مش وراهم أي حاجة بيعملوها خالص، وبدأوا إن هم يتدخلوا في حياة الناس، وبدأوا يحطوا ده تحت مسمى إحنا خايفين عليك، يحطوا ده تحت مسمى إحنا بنطمن عليك. وهو أصلا المفروض الكلام ده كله ده تعريف أو مفهوم الحشرية. احنا بنتكلم النهارده على الناس الحشريين. الناس الحشريين دي بجد والله اللي بحسهم ناس فاضيه، مش وراها اي حاجه، فاضيه لك ال 24 ساعه، فاضيه لك جميع ايام الاسبوع، جميع ايام الشهر، جميع ايام او شهور السنه، هم قاعدين مركزين معاك. ومش معاك انت بس، يعني لما جيت دورت في الموضوع لقيت انه مش بيكون معاك انت لوحدك، هو بيكون مع المحيط اللي حواليهم كلهم معايا كده. فالناس الحشريه دي بقى تيجي تقول لك ايه؟ انت ايه اشتغلت؟ طيب حلو، اشتغلت في ايه؟ في المكان الفلاني. طب تقبض كام؟ انت مالك يا عم؟ هو انت ضرايب؟ انت مالك؟ انت بابط كام؟ مش فاهم انا. بجد بتبقى حاجه، انت فاهم، انت حاسس اللي انا عايز اقوله لك صح كده؟ بتبقى حاجه كده، انت بتقبض كام؟ طب انت مش عارف عندك ايه؟ طب الفلوس اللي انت بتاخدها دي بقى بتعمل بيها ايه؟ بحرقها، بحطها في لا مؤاخذه الدرج عندي بتاع الكومودينو. انت مالك انت؟ انت مالك الفلوس اللي باخدها دي بيها ايه؟ انت ايه مش هنفرح بيك بقى؟ يفضل يقول لك مش هنفرح بيك، مش هنفرح بيك، مش هنفرح بيك. طيب يا عم حاضر، هفرحك بايه؟ فرحت بيا الحمد لله، كويس كده جميل. طيب نيجي بقى بعد ما فرحت بيك، تبقى انت لسه متجوز، ما بقالكش شهر، ما بقالكش اسبوع، شهر ايه، ما بقالكش اسبوع، تلاقي التليفون بقى من 3 ايام لاسبوع يجي التليفون يرن عليك، ايه يا مساء الخير؟ مساء النور، ايه يا عم مفيش حاجه جايه في السكه؟ ايه يا ابن اللذينه انت انت ما تعرفش الا انا ولا ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ خليك في حالك شويه. والعجيب بقى اللي انت لما تيجي مثلا تقول لهم يا جدعان كده غلط، يعني الحاجات دي بتضايق، تلاقي الناس كلها ضدك بجد. يعني تلاقي الناس، لا ده الناس دي بتتصل عشان تفرح، ده بيسالوا عشان انت مالك انت؟ يعني دي حياتي، انت فاهم؟ دي حياتي انا، يعني بجد والله دي حياتي مش حياتك انت. افرح لي في صمت يا عم، يعني افرح لي من غير ما تعرف عني حاجه. صدقني لو انا عايز اقول كنت قلت لك. طالما انا مش عايز اقول، يا ريت تحترم نفسك اولا، ثم تحترم خصوصيتي. مش بتكلم على نفسي انا، يعني انا بتكلم بلسان الجميع. بجد يا جماعه، هم الناس لو عايزه تعرف عنكم حاجه، يعني لو عايزه تعرفكم حاجه هتعرفها لكم، ما عرفتها لكوش يا ريت تحترموا خصوصيتهم، ويا ريت يبقى عندكم دم انتم، وما تسالوش. انا مش قصدي على الناس اللي بتتابع، انا قصدي على الناس اللي بتسال. واصلك كده؟ طيب بص يا حبيب قلبي، هيظهر لك هنا الفزوره، هتحلها وتكتب الكومنت، هتكتب حلك في الكومنت، ويا ريت مع حل بقى اكتب اكتر موقف ضايقك من الناس الحشريه تحت هاشتاج الحشريين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.